كورس مجاني. الكورس المجاني ده هعلمك فيه ازاي تعملي العيش البلدي المصري زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنعمله مع بعضينا بالكوبايه وبالجرام. الناس اللي بتحب تشتغل بالكوبايه هتلاقي الوصفه موجوده، والناس كمان اللي بتحب تشتغل بالجرام يعني بالميزان هتلاقي برضو الوصفه موجوده. هقوله لكم بطريقتين سهل واسهل من بعضيهم، وان شاء الله هنشتغل مع بعضينا من بدايه الفيديو لنهايه الفيديو. كله معلومات ان شاء الله تطلعي مستفاده وتطلعي واخده كورس مجاني من غير ما تدفعي فيه ولا شيلن، وان شاء الله تتعلمي فيه العيش المصري باسهل طريقه مع بعض. الفيديو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كله معلومات وممتاز جدا اهو. زي ما انتم شايفين العيش من جوه بسم الله ما شاء الله، لا فيه لبة عجين زياده، ولا الرغيف مش مرتاح، ولا الوش رقيق والقعر تخين، ولا اي حاجه خالص اللهم بارك. والرغيف طري جدا، وحاجه بجد بجد تتشرفي بيها وتحطيها على الطبليه او على السفره بتاعتك لاي ضيف يخش عليك. تعالوا هنسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله على آلك وأصحابك أجمعين. عندنا 2 كيلو من الدقيق، أنا وزناهم قبل التصوير، وهوزن برضو معاكم كيلو علشان اتأكد معاكم. في المرحلة دي أنا بعمل بالكوباية اللي هي الكوباية اللي هي بتشيل 120 جرام. تمام اهي. هبدأ أوزن زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الكيلو هنعايره بالكوباية، وفي الوقت نفسه أنا بوزنه. يعني تعرفي لو انت عندك دقيق في الشكارة هتبدأي تعايري بيه الكوبايه على عدد الكوبايات اللي هي توزن معانا كيلو او 2 او 3 كيلو، علشان تعرفي انت هتعملي قد ايه. هنا الكيلو معايا، حطيت الميزان حطيت عليه الطبق وصفرته، وبعد كده كيلت مع بعضينا. حطيت 7 كوبايات، ودي 8 كوبايات، ودي الكوبايه التاسعه نصها بس واقل من نصها. يعني بياخدوا معايا 8 كوبايات وحوالي 3 معالق او 4 معالق دقيق. ده كده بيبقى كيلو. تمام. الكيلو التاني انا وزناه الطبق 200 جرام، والكيلو هو الكيلو. الطبق طلع معانا كيلو 200 جرام. الدقيق كيلو، والطبق نفسه وزنه 200 جرام. تمام. يبقى احنا كده عندنا الكيلو 8 كوبايات ومعلقتين او 4 معالق دقيق. تمام. وما تدكيش الكوبايه او وانت بتكيلي. حطيت معايا جوز اكياس من الخميره الفوريه، يعني كل كيلو معلقه خميره حلوه، وحطيت معايا جوز معالق من الملح كمان. تمام كده. هبدأ بقى المية بتاعتي في الشتاء بحط مية دافية، في الصيف بحط مية من الحنفية عادية خالص. ولو لقيتها نازلة من المواسير سخنة قوي او نازلة من الحنفية سخنة قوي، بحاول ان انا ارطبها شوية في الصيف عشان العجين بتاعي ما يتبشمش قوي. تمام. يبقى كده ال2 كيلو دقيق هياخدوا معايا 8 كوبايات من المية، بس انا مش هحط ال8 الكوبايات. ليه بقى؟ علشان انا ممكن الدقيق عندي ياخد سوائل اكتر او ياخد سوائل اقل، فانا بحط ال7 كوبايات لل2 كيلو دقيق، والكوبايه التامنه دي بخليها بره، بسقسق منها نزل يعني حاجه بسيطه بحاجه بسيطه كده، معلقتين ميه بمعلقتين ميه لغايه ما اظبط العجينه بتاعتي. عموما ليكم انتوا عشان يبقى سهل عليكم، في الصيف بحط ال2 كيلو دقيق بياخدوا معايا 7 كوبايات ونص ميه، في الشتاء بياخدوا معايا 8 كوبايات مظبوطين. يعني كيلو الدقيق بياخد في الشتاء 4 كوبايات من الميه كاملين، في الصيف بياخد معايا 3 كوبايات ونص كده او 4 كوبايات اللي حاجه بسيطه، علشان انا مش عايزه العجينه طريه قوي في الصيف علشان بتفرش اكتر. تمام. الجو الصيف بيخلي العجينه بتاعتي تسيح اكتر، فبتفرش معايا اكتر، فبتبقى سايحه معايا قوي وتغلبني. اما في الشتاء لما العجينه بتكون طريه شويه، من جو الشتاء بتبدا تمسك معانا شويه وبتتماسك، فبتبقى عجينتها مظبوطه بالاربع كوبايات من الميه. الكوبايه اللي انا هعاير بيها الدقيق هي اللي هعاير بيها الميه. تمام كده. والكل كيلو دقيق معلقه خميره ومعلقه ملح. عجنت بقى العجينه بتاعتي كويس، شايفين الحته دي اهي. دي كده انا كده بلت في العجين بجيب له نسبه جلوتين زياده شويه، وفي الوقت نفسه لو في اي تكتلات بتفك معايا من الحته دي اهي. شايفين انا بعمل ايدي ازاي؟ نفس الشكل بفتحها كده واشيل العجينه على ايدي واطب 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 كده. تمام. بس كده كده انا اتاكدت ان العجينه بتاعتي ما فيهاش كتل من العجين او بزغيل او كتل دقيق وعليها ميه من بره. هبدا بقى ان انا اخد قطعه كده واشوفها عامله ازاي اهي. لا هي فرشت قوي ولا هي قاعده بقعدتها قوي، يعني ادت ارتياح بسيط كده. خلاص انا كده مش هحتاج ميه تاني. زي ما قلت لكم لو انا في الشتاء هحط النص كوبايه دي كمان، اما لو انا في الصيف خلاص مش هحتاجها. هبل بس مسحه ايدي بسيطه كده بله ميه او بله دقيق، و ابططه كده علشان يبقى ما ينشفش من على الوش، واغطي بصينيه واركنه عندي بقى واغطيه اي غطا. في الصيف بحط غطا عادي زي ما انتم شايفين كده، في الشتاء بحطه على السرير وبغطيه ببطانيه تقيله علشان يدفى معايا اكتر. تمام. يبقى فرق الصيف عن الشتاء ان انا في الصيف بحط ميه من الحنفيه، في الشتاء بحط ميه سخنه.
في الشتاء بزود خميره شويه، بحط معلقه ونص للكيلو دقيق. اللي في الصيف بحط معلقه واحده بس. تمام. في الشتاء بغطي غطا عادي، في الصيف بغطي غطا عادي، في الشتاء بحطه على السرير واغطيه اكتر من غطا علشان يدفع معايا على طول ويخمر معايا على طول زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بياخد معايا حوالي ساعه في الصيف او ساعه ونص في الشتاء، ويتملي الطبق ما شاء الله اللهم بارك بنفس الشكل. هبدأ بقى اجيب النخالة بتاعتي اللي هي انا محللاها اصلا من الدقيق من الاول. تمام. لو انت هتعجني دقيق زيرو من بتاع المحلات، خلي العجينة طرية شوية. في الصيف او في الشتاء خليها طرية شوية، علشان دقيق المحلات بيبقى فيه نسبة جلوتين زيادة شوية، فبيشد معاكي شوية في الريحة. تمام. لو انا هعجن، لو عايزين دقيق الحبة الكاملة قولوا في التعليقات، وانا ان شاء الله الفيديو اللي جاي اعمل لكم دقيق الحبة الكاملة. جبت بقى شوية زيت بعد ما فرشت الصاجون بتاعتي او الصواني بتاعتي النخالة، وهبدأ ان انا اقطع. بسم الله، غسلت ايدي. جبت شوية زيت نضاف من الزيت النظيف، ما جبش من الزيت المستعمل علشان ريحة العيش عندي ما يبقاش ليها ريحة مش حلوة. لو انا مش حابة اقطع على زيت عادي قطعي على دقيق. هتحطي في الطبق شوية دقيق وتشيلي العجينة بنفس الشكل وتنزلي بيها في الطبق على طول لو هو دقيق. تمام. وتلفيها برضو على ايدك بنفس الشكل ده كده بالظبط، بس الفرق اللي هيكون الدقيق مكان الزيت. بس باخد بقى كده وايدي مبلوله زيت، ما بتلزقش بقى في ايدي من ان ايدي مبلوله زيت. القطعه دي بقى على حسب ذوقك انت، عايزه تعملي الرغيف كبير عايزه تعملي الرغيف صغير، بس طول ما احنا بنتعلم بنعمل الرغيف صغير. لو احنا متعلمين وشاطرين بقى وخلاص الدنيا الحمد لله يا رب ظبطت معانا وكويسه، بنبدا بقى نقطع الرغيف كبير زي ما احنا عايزين بقى. تمام. بالنسبه للمطرحه، لو ما عندكيش مطرحه برضو ممكن ما تحتاجيش انك انت مطرحه، اقولك في وقت الرحه هتعملي ايه، ومش هخليكي ترحي خالص عشان ما تغلبيش. بس حابه بقى ان انا اقطع معاكم بقيه الكميه كده، وابدا بعد كده نشوف هنعمل ايه. طبعا انا لو قطعت اصغر من كده كان هيديني كميه عيش كتير، يعني هيديني عيش كتير. بس انا بحب بصراحه العيش يكون ماسك نفسه شويه، الرغيف ما يكونش رقيق قوي وينشف معايا بعد التسويه. انا بحب الرغيف ماسك نفسه شويه، فعشان كده بقطعه في القطعه بتاعته تكون سمينه سنه، علشان لما اجي اخبزها الرغيف يكون ماسك نفسه وطعم يكون جميل، تحس بطعم العيش. انما كل ما بتعمليه رقيق كل ما القطعه بتكون صغنونه او زياده عن اللزوم، وتفرديها قوي على المطرح، كل ما بيكون الرغيف رقيق معاكي وينشف بعد التسويه. تمام. ونار البوتاجاز برضو عليها عامل اساسي على ان الرغيف ينشف معاكي بعد التسويه ولا يفضل طري. علشان كده بقول لكم العيش المصري ده بيحب الفرن اللي هو الغاز، الفرن مش بتاع الطبيخ، مش فرن البوتاجاز، لا، بيحب الفرن الغاز علشان ناره بتكون ما شاء الله اللهم بارك عاليه. قطعت الكميه بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعوا حوالي 11 رغيف، وده انا مكبر الرغيف. لو انتوا حابين تصغروا اكتر من كده وتعملوا كميه اكبر مفيش مشاكل خالص. تعالي بقى كده هقولك حته علشان العيش بتاعك ما ينشفش من على الوش. في ناس كتيره بتعمل العيش ويشقق من على الوش وينشف ويبقى مش حلو. بصي بقى، انا هجيب الصينيه بتاعتي بنفس الشكل، هحط عليها صينيه قدها بالظبط، ايا كانت الصينيه اللي انا مقطعه عليها اجيب صاج قدها بالظبط واغطيها. طيب مفيش صاج قدها بالظبط، بجيب اي غطا بحيث ان هو يكون صينيه احطها عليها ما تلزقش في العيش لتحت، علشان ما ينفعش اغطي بقماشه. في المرحله دي لو غطيت بقماش على العجين القماشه هتلزق في العيش عندي. تمام. غطيت وسبته بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حوالي نص ساعه. النص ساعه ده انت بقى تبداي تسخني الفرن، لو الانبوبه مش راكبه هتركبيها، لو المطرحه مش جاهزه هتجهزيها، هتجهزي نفسك انت. فهمتيني؟ تشغلي الفرن على الهادي يسخن كويس في المرحله اللي هو النص ساعه ده، مش هتسيبي العجين وتمشي، لا، وانت جنبي كده هتعدلي حاجتك. العيش عندي ما شاء الله بدأ يرتاح، يعني القطعه بتاعتي بدل ما كانت مكعبره قوي بدأت ارتاحت شويه. خلاص على كده اتاكد ان انا كده عيش ارتاح، وما ينفعش ان انا اخبز من غير ما اسيبه يرتاح في الفتره دي. بعد التقطيع لازم اسيبه حوالي نص ساعه علشان اتاكد ان العيش عندي مرتاح كويس ويكون خفيف معايا وقت الخبيز. تعالوا هنا بقى كده عند الفرن، وزي ما قلت لكم العيش ده لو هتعمليه في فرن البوتاجاز عايز الفرن يكون ناره عاليه. يعني لو انت هتعملي في فرن البوتاجاز بتاع المطبخ اعملي بنفس التفاصيل دي كده بالظبط، بس ولعي الفرن وعلي الشوايه بتاعته قوي او علي الشعله بتاعته قوي. تمام. علشان يديكي عيش منور وحلو. ببدا اخد الرغيف بنفس الشكل وانا مولعه الفرن عندي وسايباه يسخن كويس، ومسحته بحته قماشه، مسحت البلاطه، ربنا يرزقنا من واسع فضله احنا وانتوا الجميع. وهبدا افرد العيش بنفس الشكل، ببدا اخبزه على ايدي. ولو انت ما عندكيش مطرحه خالص
اخبزيه على ايدك زي ما شفتيني كده بالظبط، وارمي في الفرن على طول. بس اهم حاجه نظبط نار الفرن عشان ما يحرقش العيش مننا. اهو شايفه بفرد بايديا على المطرحه، مش بياخد معايا وقت ولا مجهود. انا في المرحله دي قادره ان انا اخد على طول المطرحه او الخشبه اللي انا بخبز عليها بنفس الشكل، او الصينيه، وارمي على طول في الفرن. اما انا عشان ام يوسف بحب اريح الرغيف شويه. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب، احنا وانتوا كل من قال امين يا رب العالمين. اهو ببدا افرد بايديا كده، خلاص بيبدا بقى الرغيف بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بدوره بخليه كويس بنفس الشكل، وابدا ارمي في الفرن. نار الفرن عندي سخن، بس هديت القعر خالص، او القاع من تحت، البلاطه من تحت هديت النار فيها خالص، ومن فوق فوق المتوسط بشويه، لان هم رغيفين مش مستاهلين ان انا اعلي نار الفرن زياده زي العيش الكتير. اهو القطعه صغنونه، اللهم ارزقنا من واسع فضلك، القطعة صغنونة، فبس بتبقى سهل في اللقطة بتاعتها وفي الخبيز بتاعها. كل ما بتعلم لازم اقطع العيش صغير، انما لو انا متعلمة وشطورة وحلوة وخلاص حفظت الموضوع والموضوع بقى سهل عليا، بخلي القطعة كبيرة عادي، واريحها عادي على مطرحة واتنين عادي، والدنيا بتبقى مظبوطة معايا. اي حاجة انتوا مش عارفين تعملوها اكتبوها في التعليقات، والفيديو اللي جاي ان شاء الله ينزل لكم ان شاء الله. الفيديو بتاع بكرة بمشيئة الله هيكون الجبنة القريش الفلاحي والزبدة البلدي. جبت شوية لبن، هعمل لكم الطريقة بتاعة الصيف، طريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم، وهتستسهلوا الموضوع خالص وتعملوه في البيت وتوفروا على نفسكم كتير. شايفين زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ببدأ افرد بايديا مع المطرحة، بيسهل معايا الدنيا، وببدأ بسم الله الرحمن الرحيم، براحتك خالص، وسمي الله وقول يا رب، ربنا ان شاء الله يعينك ويسهل لك كل حاجة. اهو خلاص الرغيف اللي بيستوي ببدأ ان انا اطلعه من الفرن وداير التاني كويس. ده اول رغيف، دايما اول رغيف ما بيكونش مظبوط، نار الفرن بتكون لسه ما سخنش، الرغيف نفسه ممكن ما يكونش ارتاح قوي على على الصينيه. ممكن تكون انت فردتيه زياده عن اللزوم، يعني ممكن تكوني فردتيه زياده عن اللزوم فرق معاكي، علشان كده ما قبش واتنفخ. برضو في وقت نفسه ما بفردش رغيف فردة بسيطة علشان يبقى مفهوش لبة عجين من جوه. اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، العيش جميل يتاكل حاف من غير اي غموز معاه، اللهم بارك. نار الفرن من تحت لازم تظبطيها علشان العيش ما يتحرقش معاكي. ونكمل بنفس الشكل ده كده. اهو انا بقى علشان بستسهل الرح فهرح على طول. انتوا اللهم ارزقنا من وسع فضلك، انتوا علشان الدنيا صعبة عليكم في الرح شوية في الاول، فاعملوا نفس زي ما انا بعمل كده بالظبط. احنا ما شاء الله مقطعين على زيت، فالعجينة مش هتلزق معانا، فهمتوني بقى؟ لو مقطع على دقيق ممكن العجينة تلزق معايا، انما على زيت ما يخلي العجينة ما تلزقش معاكي. بس هتكملي بقى بنفس الشكل ده كده وتوكلي على الله. وما شاء الله طريقة سهلة وبسيطة، وحطوا لنا لايك حلو للفيديو، وطبعا هتشرفوني بالاشتراك. واي سؤال عندكم اكتبوه في الكومنتات، انا ان شاء الله باذن الله اعمله لكم المره الجايه. يعني اي حاجه مستصعبينها في الموضوع او في الامر بتاع العيش ده، او في اي حاجه عموما، يعني انتوا عايزين فيديوهات معينه اكتبوها في التعليقات وانا من عيني لكم حاضر. اهو العيش كده الرغيف كبر خلاص، مش محتاج رح تاني، هفرد بقى على طول كده في المطرح على اهو. شايفين ما رحتوش خالص اهو، وما شاء الله يطلع رغيف زي العسل، زي المتابعين بتوعنا الحلوين دول. عايزه اشوفكم هتعرفوني في التعليقات ولا لا. اللي يعرفني منكم انا مين يقول لي انت مين في التعليقات. دايري بقى الرغيف كده وكده لغايه ما ياخد لون كويس من على الوش، وطلعي بقى الرغيف، وهتاكلي احلى شويه عيش مصري بلدي فلاحي، اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. شايفين العيش طالع بيضحك، اللهم بارك، مش عايز معاه غير حته جبنه قديمه وحته سمنه بلدي وشويه سكر، وتعمليهم ابابير وتحطيهم في الفرن وتاكليهم بألف صحه وهنا. وتغمزي بقى بحته الجبنه القديمه كده مع العيش السخن، بيبقوا حاجه تانية. بسم الله ما شاء الله. ده الرغيف اللي احنا ما رحناش فيه خالص، يعني احنا فردناه على المطرحه ورميناه على طول في الفرن. ما شاء الله اللهم بارك. سهل وبسيط خالص، وسهل خالص الطريقه، بس عجيني صح واظبطي عجينتك صح، وقطعي على زيت وغطيه بنفس الشكل اللي انت شفتيني فيه. يا اما لو ما عندكيش غطا للصواني حطيه في مكان ما فيهوش مروحه ولا هوا ولا حاجه، حطيه في مكان يكون مقفول ما فيهوش مروحه ولا هوا ولا اي حاجه، وهيطلع معاكي العيش زي العسل. ودول كانوا اخر رغيفين عندنا في الفرن، اللهم بارك. خلاص كده خلصنا، وبسم الله اللهم بارك. تعالي بقى اوريك العيش
بعد ما خلصناهم اللهم بارك وبردوا معانا اهو. كل العيش طلعناه على المرص هنا. تعالي بقى بعد ما يهدوا شويه احطهم لك على حته قماشه كده يبردوا شويه، وبعد كده اوريهم لك. نفضي بقى اي نخال عليهم، اي حاجه سمرة من الفرن. امسحي بقى الرغيف كده من فوق ومن تحت كده، ظبطيه حلو كده. وبعد كده سيبيهم يبردوا حوالي نص ساعه متهويين كده على المرص عندك، او على حته ملايه نظيفه، او على حته قماشه مخصصاها للعجين. وبعد كده لميهم وحطيهم في كيسه، هتاكلي منهم بألف صحه وهنا. عايزه تكتري انت بقى المقدار كتري، عايزه تعملي المقدار ده لوحده لغايه ما تتعلمي مفيش مشاكل. واحده واحده وتعملي احلى عيش زي ما انت شايفه كده بالظبط. مش هتحتاجي انك تشتري من الفرن، بالعكس لما تعملي ده ولادك هيولفوا على ده ومش هيحبوا عيش الفرن. ناس كتيرة اتعلمته معانا وما شاء الله اللهم بارك، ما بقتش تحب تجيب من عيش الافران خالص اللهم بارك. تعالي بقى كده افتح لك رغيف واوريكي هو قد ايه جميل وقد ايه حلو قوي زي ما شفته في اول الفيديو. وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مش محتاج تشتري خالص من الافران. عايزه تعمليه قمح بلدي اعمليه، عايزه تعمليه دقيق زيرو من بتاع المحلات مفيش مشاكل، عايزه تعمليه الدقيق الحبه الكامله بنفس الطريقه برضو اعملي بنفس الطريقه الدقيق الحبه الكامله. وده كده كان الفيديو بتاعنا خلص. هلمه بقى بنفس الشكل واحطه على بعضيه، وش الرغيف في وش الرغيف وقاع الرغيف في قاع الرغيف، واحطهم في شنطه وناكل منهم طول النهار. شايفين الرغيف بسم الله ما شاء الله، قاع الرغيف زي اللي فوق بالظبط علشان ريحته بعد ما قطعت. ما ينفعش ان انا اقطع واخبز على طول، الرغيف هيبقى تقيل من تحت وخفيف من فوق، وهيتحرق مني كمان من فوق من الوش. ماشي. اي حاجه انت حابه تكتبيها في التعليقات اكتبيها وانا تحت امركم، هرد عليكم كلكم وافيدكم ان شاء الله باي معلومه عندي. العيش بتاعنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميل وحلو قوي، يستاهل منكم لايك واشتراك طبعا، وتشرفوني في القناه وتبقى عيله مع بعضينا واسره مع بعضينا ان شاء الله في القناه مع بعضينا. يلا حبايبي الفيديو يعتبر خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده، ودمتم بخير وصحه وعافيه وسلامه حبايبي.